سيسألك الله عن هذه اللقمة التي أخذتها مع فمك. دخلت يوم من الأيام على أحد المرضى عمره 28 سنة، والله كل يوم رسائل، عمره 28 سنة، ما أعرف هذا المريض، والله لا أعرف عن تاريخه أي شيء، لا أعرف إلا أني دخلت أكشف عليه فقط، وضعت السماعة على صدره، إذا بالرئة اليمنى تعمل والرئة الثانية والله لا أسمع صوت. الرجل هذا 28 سنة يفترض أن يكون في أكمل قواه، والله ما وجدته بأكمل قواه، وجدته لا ينفض الذباب عن وجهه، مفتوح له فتحة من هنا جراحية أدخل فيها أنبوب يتنفس معه. لما نزعت السماعات فككتها من أذني، قلت لها إن شاء الله أنك بخير وأبشرك أنت اليوم إن شاء الله أحسن. ينظر إلي يتبسم، يحاول أن يرد، حرك الشفاه وحرك الفك، لكن والله ما سمعت حرف. تعرف لما؟ لأن الهواء يخرج من هنا قبل أن يضرب في الأحبال الصوتية، فيحرك الشفاه ولا يطلع صوت، ويحاول يشرح لي ليس هناك ثمة يد يكتب بها، ما يتحرك فيه إلا 7 مفاصل في الرقبة ومفصل الفك فقط. فيحاول أنه يقول إيه يعني أنا بخير وإن شاء الله بشرني. ثم بدأت أتكلم معه كلام أقسم بالله أني ما حضرت هالكلام في ورقة ولا أعددت له عدة وش بقول، أنا ما أعرف المريض أساسا. قلت له احمد الله جل وعلا، والله إن الله جل وعلا ما يحتاج أنه يطرحك الآن على هذا السرير من الساعة 7 لين الساعة 12 في الليل ويمشي الناس كلهم، ما يحتاج الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا يريد أن كل ما يتحرك هذا العقرب، عقرب الثواني، كل ما يتحرك بضربة يتحرك القلم هنا ويكتب لك حسنة، ويتحرك القلم هنا ويمسح عنك سيئة. بدأ يعني متفائل يقول إن شاء الله. ثم أطلقت كلمات والله كأنها رصاصات على رأسه، ما عنيتها ولم أقصد فيها أي قصد، كلمات وأجريت على لساني والله لم أعد لها عدة ولم أحسب لها حساب. قلت له بعدين هل تعتقد أنت أن كل من حركهم الله جل وعلا يحبهم؟ حرك فرعون، كم واحد الآن الله حرك له أقدامه؟ ثم أطلقت كلمة والله ما حسبت لها حساب. قلت له كم واحد الله الآن حرك له أقدامه وجعلها في طوعه وهو الآن في كل يوم يقترب في النار، كل يوم يقترب للنار بهالأقدام، كل يوم يطامر في المراقص ويعبث في المراقص. قلت هالكلمة أو ما قلتها والله ما أن فارقت لساني ولامست آذان ومسامع ذلك الرجل، أقسم بالذي سوف يسألني واثلا أمامه يوم القيامة أن الأقدام بدأت تتحرك والأيادي بدأت تتحرك، ليس لأن الله جل وعلا أعاد الأعصاب فيها، لا والله، وليس لأن الله أذن لها أن تطيعه، لا والله، بل بدأ ينشز وبدأت الأصوات تخرج من هنا، والله أعزكم الله أن البلغم يخرج من الفتحة، وبدأ من شدة نشيج هذه الرقبة والعضلات مشدودة بدأت تهتز كل أطرافه من عضلة الرقبة فقط. أنا بدأت أنظر لهذا الرجل، أنا ما قلت شيء غلط، الرجل بدأ يهتز، أخوه بدأت دمعاته تهل، ثم خرج بسرعة وقف عند الباب. أنا أنظر إلى هذا الذي يهتز ثم ألتفت إلى الباب، إذا بالأخ يشير لي أن تعال، لأنه يعلم أن أخوه ما يستطيع أن ينظر للباب، مرفوع الرأس إلى الأعلى. خرجت ما أدري هذا يبكي وهذا، لما خرجت بدأ يراجع الدمعات ويكفكفها، قال يا أخي حرام عليك، أنا ما أخطأت والله يا أخوان. قال يا أخي حرام عليك، أن تعرف من هو هذا؟ ثم بدأ يبكي. والله هذا الرجل ب28 سنة، أنا لن أبالغ وأقول إنه من أترف الأسر في العالم، لكن والله إن لم يكن من أترف الأسر في الدول العربية فبدون مبالغة ولا منازعة فهو والله من أترف الأسر عندنا في المملكة.
كان مدلل يخدم في الليل والنهار، خدم وحشم. يقول تدري هذا اللي تكلمت عليه، هذا أخوي، والله ما كان يجلس 3 أشهر في المملكة على بعضها، والله كان ما يجلس 3 شهور إلا ويسافر برا. هذا اللي تكلمت عليه والله إنه كان أحسن واحد يرقص في الرياض، والله لا كنت أعرف إنه أحسن واحد يرقص ولا أحسن واحد يفحط، لأني ما أعرف تاريخه. ما الذي أجرى على لساني هذه الكلمة؟ علمت لما انتفض، علمت لما بكى هذا. قد يكون تجزع من هذه الحال، ينظفونه بحفاظ ويشم رائحة نفسه ولا يستطيع أن يتحرك قيد شبر. قد يكون تجزع فأرسل له الله هذا العبد الضعيف أن يذكره بكلمات أننا أعطيناك لكن أنت ما قدرت. ذهبت مباشرة إلى الملف، فتحت الملف، أول ورقة في الملف تقرير الإسعاف. يكتبون تقرير الإسعاف كل شيء. لو وجد عند رأسه حجر قال وجدنا عند رأسه حجر. يقول لك وأقرأ لك كأني أراه، أقرأ لك تقرير الإسعاف. هذا الشاب فلان الفلاني عمره 27 سنة يوم أن حصل عليه الحادث، عمره 27 سنة، وجد في أحد الطرق السريعة في أطراف الرياض، قد انقلبت فيه سيارته، وقد وجد مغمى عليه لا به حراك، فاقد للوعي، ووجد ورائحة الخمر تفوح من فمه، ومعه قارورة أخرى بلاك ليبل لم تفتح بعد. الساعة 4 فجرا بدأت أخذ الأشعة، أبغى أشوف إشاعة يوم الحادث. وضعت الإشاعة على النور، والله ما أنبان لي تقاسيم الإشاعة، والدمعات تنزف رغما عني، والله لو رآها أقسى قلب فينا لبكى، لأنه معروف أنك الآن عمودك الفقري مستقيم، لأن الجبار الكريم من عليك وجعله مستقيم. فلأجل هذا ما تحتاج أن تحمل حتى تنظف، فاحمد الله. والله هذا الرجل كان العمود الفقري مستقيما عنده، أعطاه الله جل وعلا بهذا الشكل، صار يرقص فيه ويتوازن. والله ما رأيت فقرة بجانب أختها، فقرة هنا وفقرة هنا، والفقرة الأخرى هنا، ثم الأضلاع في الإشاعة داخلة عليها. والله قد فصفص الجبار عظام فقاره، وأنا أنظر للإشاعة مباشرة. أنا أفكر أنظر الإشاعة وأفكر في هذا الذي قد لبس الحفاظ لا يطيع حتى أصبعه، أفكر في هذا المطروح الذي لا يستطيع أن يمد كأس ماء، ما تخدمه يده في كأس ماء واحد لو لشهر مرة واحدة ما تخدمه. جلست أراجع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال رسولنا واسمع، لا يهمك من هو بجنبك، اسمع أنت، لأنك أنت الذي سوف تقف أمام الله جل وعلا. إما أن يضرب لك قصرا في الفردوس الأعلى تجري من تحته الأنهار، وإما الأخرى. وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله، تعرف من هو الله؟ اللي اعترفت أنا وأنت أنه سميع يسمع كل شيء، لكن هذا السماع ما غير في حياتي وحياتك. تعرف من هو الله؟ الذي اعترفت أنت وأنا أنه بصير ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن استخفينا من الناس ولم نأبه بهذا النظر. يقول إن الله ليملي للظالم سنين حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى